قصة غابة هوايا باكيو. في أماكن في العالم مش لازم تروحها، مش لأنها خطيرة، لكن لأنها مش لينا. أماكن الطبيعة فيها بتتكلم والأرض بتبلع اللي يمشي عليها. النهاردة هحكي لكم عن أغرب وأخطر مكان في أوروبا، مكان العلماء نفسهم مش قادرين يفسروا اللي بيحصل فيه. غابة هوايا باكيو، أو زي ما بيسموها بوابة العالم التاني. القصة دي مش خيال، وبتبدأ برسالة وبتنتهي بحاجة عمرك ما هتنساها. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس لكي يوصلك كل فيديو جديد، ويلا بينا نبدأ القصة. الغابة اللي مش على الخريطة. كل حاجة بدأت برسالة غريبة وصلت لي على الإيميل من واحد معرفوش اسمه إلياس. الرسالة كانت مكتوبة بلغة مكسرة، كأنها مترجمة أو متسجلة بصوت آلي. لو عايز تعرف الحقيقة تعال رومانيا، غابة هوايا باكيو، بس خد بالك الباب اللي هتفتحه مش دايما بيتقفل. أنا صحفي حر وبحب ألاحق القصص الغريبة، خاصة اللي محدش بيقدر يفسرها. قررت أسافر، أخدت كاميرتي ومسجل الصوت وجهاز صغير بيقيس الذبذبات المغناطيسية. وصلت كلوج، مدينة صغيرة جنب الغابة. الناس هناك لما سألتهم عن هوايا باكيو وشهم اتغير. ست عجوزة قالت لي اللي يدخل هناك بيرجع بنص ظله والنص التاني بيطوب بين الشجر. ضحكت وقتها، افتكرت انها خرافات، بس اول ما دخلت الغابة ابتدى كل شيء ينهار. الغابة شكلها مش طبيعي، الاشجار فيها معوجة كأنها بتصرخ، دايرة حوالين فراغ كبير في النص، أرض فاضية ولا نبتة بتطلع فيها، وكأن الطبيعة رفضت تلمس المكان ده. كنت ماشي وسامع صوت خطوات، ببص ورايا مفيش حد. الخطوات قربت، وقفت وسجلت الصوت. كان في حاجة بتهمس بلغة غريبة، مش روماني، مش عبري، حاجة مش بشرية. رجعت شغلت التسجيل بعدها، لقيت صوتي بيقول حاجة أنا ما قلتهاش: رجع المفتاح، الباب اتفتح خلاص. أنا ما كنتش فاهم أي باب، بس لما الشمس غربت اكتشفت إن الطريق اللي دخلت منه مش موجود. هوايا باكيو ابتلعتني. الوش اللي بيبان في الضلمة. الليل نزل، الدنيا كانت سكوت يخوف، بس الغريب مش الهدوء، الغريب إن كل مرة ببص حواليا بحس إن الشجر بيقرب. بيقرب فعلا، كأن الغابة بتتنفس. شغلت الكشاف، بصيت حواليا، فجأة ظهر وش في الضلمة، وش بني آدم مش واضح، واقف بين الشجر، عينيه مش بترمش. غمضته وفتحت، اختفى. قلت يمكن تعب أو تهيؤات. حاولت أخرج، مشيت في أي اتجاه، بس كل حاجة كانت بتعيد نفسها، نفس الشجرة، نفس الجذع، كأني بمشي جوه دايرة. شغلت المسجل، قلت يمكن ألقط حاجة بعد 3 دقايق. سمعت صورتي في التسجيل، لكن الصوت كان بيقول جملة تانية: هو بيشوفك وانت مش شايفه. ساعتها حسيت برد غريب بيعدي على رقبتي، كأن حد نفخ في ودني. ببص ورايا بسرعة، لقيت نفس الوش قرب المرة دي والدمع نازل من عينه. جريت جريت بكل قوتي، بس رجلي خبطت في جذر شجرة، وقعت واغمى عليا. الراجل اللي مش بيغمض. صحيت تاني يوم، او المفروض تاني يوم، لان الشمس ما طلعتش. الدنيا زي العصر، بس الساعة كانت 11 الصبح. لقيت خيمة مش بعيد، وراجل قاعد قدام نار صغيرة، لابس جلابية سودا وعينه مفتوحة على الآخر. قربت وسألته انت مين وايه المكان ده؟ قال بصوت مبحوح: انا بواب الباب، اتفتح زمان وكل اللي دخل معرفش يقفله. قلت له يعني انت مش من سكان الغابة؟ قال انا من قبل الغابة، كنت هنا لما اول واحد اتكلم مع الارض وساب جزء من نفسه جواه. الكلام ملوش معنى، بس كان بيبصلي بنظرة خلت قلبي يسقط. بعد شوية سألني: سمعت صوتك بيقولك ايه؟ قلت له بيقولي رجع المفتاح. وشه اتغير وقال لي: طالما عرفت الجملة دي يبقى انت مش هتخرج الا لما تلاقي اللي فتح الباب قبلك. قلت له مين ده؟ ابتسم ومد لي مراية صغيرة، بصيت فيها، شفت نفسي بس واقف ورايا. تسجيل مش ليا. كنت محتاج اخرج بأي شكل. قررت ارجع لنقطة البداية، الدايرة الفاضية اللي في نص الغابة. وصلت هناك
وبدأت ألاحظ حاجة غريبة، في حاجات بتتحرك جوه الفراغ، دلال سريعة كأنهم بيلفوا حوالين بعض. شغلت المسجل وسبته يسجل وأنا سايب الجهاز على الأرض. بعد ساعة شغلت التسجيل. المفاجأة الصوت مش ليا، كان صوت واحد بيصرخ وبيقول اسمي: آدم، آدم ارجع، ده مش مكانك، ده بعد تاني. أنا عمري ما قلت اسمي جوه الغابة، مين عرفه ومين اللي سجل ده؟ وبعدين سمعت صوت تاني، همس خشن: هو مش هيرجع، هو اتسجل خلاص. وحسيت اني بتشد لتحت الارض، بقت طرية، رجلي غرزت وصوت خطوات جاية من ورايا، الباب اللي ما بيتقفلش. وقفت ورايا، لقيت نسخة مني بس مش انا، كان وشي باهت من غير ملامح واضحة وبيقول بصوت مش صوتي: انا دخلت قبلك وما قدرتش ارجع، دلوقتي دورك. حاولت اصرخ، مفيش صوت. هوايا باكيو كانت بتبلعني، مش بجسمي، بروحي. وقبل ما كل حاجة تضلم شفت لحظة سريعة، كاميرتي كانت شغالة بتسجل كل ده، بس كان في وش بيبص في العدسة، الوش اللي شفته في الضلمة، اللي كان بيعيط. من وقتها ما خرجتش، او يمكن خرجت بس مش انا اللي خرجت. ولو شغلت التسجيل ده وسمعت صوتي بيقول حاجة انت ما قلتهاش، اقفل الجهاز فورا وما تفتحش الباب. محدش عارف لحد النهاردة هوايا باكيو فيها ايه، بس اللي دخلها مش بيخرج زي ما دخل. ولو في يوم جالك ايميل غريب او رسالة بتقولك رجع المفتاح، اقفلها فورا، لان الباب اتفتح ومش كل باب بيتقفل. وبكده يا شباب تكون خلصت قصة غابة هوايا باكيو. اتمنى تعجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا القصص اللي جاية. كان معاكم يوسف حمدي من قناة زي الحكاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.